السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل يوم وصفة وكل يوم وجبة جديدة هتعجبكم ان شاء الله. بس لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد عن قناتي، قناة مروة الحداد. انا بقى النهاردة عاملة لكم صينية بطاطس خطيرة في الفرن، هتعجبكم جدا، وجبة شهية جدا. ولو محتارة تعملي ايه، تأكدي مع مروة هتعرفي تعملي احلى صينيه بطاطس واحلى وجبه، ومش هتحتاري النهارده تاكلي ايه ولا بكره هتاكلي ايه. يلا بينا نروح نشوف الطريقه بتاعتنا. اول حاجه، ادي البطاطس بتاعتنا، وعندنا شويه بهارات وشويه بقى ايه خضار اللي هي طماطم وبصل. دي مكونات صينيه البطاطس. بصوا البطاطس زي ما انتم شايفين مقطعينها كده حلقات زي ما انتم شايفين كده. وبقى ايه هي بقى مكونات صينية البطاطس بتاعتنا؟ المكونات عبارة عن ايه؟ طماطم وبصل. ماشي، ادي طماطم وبصل، مش حاجة غريبة هو ولا افتكاسة ولا حاجة مش موجودة من البيت اللي بتقول ما بعرفش اطبخ، اللي بتقول المكونات مش موجودة عندي. لا لا، ما تعملوش حجج ولا تقولوا ايه تضيعوا وقت بقى في الكلام ده، كل حاجة موجودة عندك في البيت هتعمليها. والبهارات بتاعتنا عبارة عن شوية من الملح وشوية من الكركم وشوية من الكاري وشوية بابريكا وشوية فلفل أسمر. بصوا في ابسط من كده حاجه ممكن، مفيش كركم ممكن تحطي كاري بس، ممكن تعمليها على فكره بملح وفلفل اسمر بس، وتحطي شويه بابريكا لو موجود. بصوا وده ما يمنعش برضو ان معانا هنا ايه فصين ثلاثه من التوم، شوفوا فصين صغيرين اهم، بيدوا ريحه ويعني ايه يعني بيدوا نكهه حلوه كده لصينيه البطاطس بتاعتنا. بصوا وطبعا عندنا ايه شوربه. الشوربه بتاعتنا برضو العامل الاساسي اللي هتساعدنا في اللي هي في الوجبه بتاعتنا في عمل صينيه البطاطس. لو ما عندكيش شوربه ممكن تستعملي ميه عادي، سواء شوربه فراخ شوربه لحمه كله شغال، بس دي شوربه لحمه عندي وانا قلت اعمل بيها صينيه البطاطس. بعدين بقى هنروح نجيبوا الخلاط بتاعنا، وهنجيبوا الطماطم بتاعتنا بقى ايه ونقطعوا بقى ايه الطماطميه كده اربع تربع، عشان هنروح نضربها في الخلاط. ما ينفعش طبعا تحط الطماطميه اللي لسه داخله المطبخ جديد، ما ينفعش تحط الطماطميه على بعضها، لا لازم تحط الطماطميه متقطعه اربع تربع او قطع صغيره. وبرده البصل صدقوني الحته دي تركه جميله جدا، ان انت تحطي البصل وتقطعيه قطع وتضربيه مع الطماطم في الخلاط، بيودي صينيه البطاطس في حته تانية خالص. ودي على فكره بتديكي تقل للصلصه بتاعتك، بيخليها حلوه كده. واللي دولت اللي كمان اللي ما بيحبش يشوف البصل مع صينيه البطاطس او يشوف شرايح البصل وكده، في ناس ما بتحبش البصل، فده هيخلي البصل مش باين وهيدي طعم وايه ويعني ايه ونكهه حلوه قوي لصينيه البطاطس. وبعدين هنقوم حاطين التوم، يبقى حطينا الطماطم والبصل والثوم، وهنروحوا بقى نضربوهم في الخلاط او نضربهم ضربه حلوه كده في الخلاط. وبعد كده بقى ايه احنا ضربناهم خلاص، نجيبوا بقى ايه صينيه البطاطس الحلقات بتاعتنا. الصينيه ما فيهاش غير بطاطس بس، ولا حاطه زيت ولا حاطه سمنه ولا حاطه اي ماده دهنيه خالص. احنا بنعمل حاجه صحيه واكل فريش واكل جميل جدا واكل صنع ايدك انتي، احلى صينيه بطاطس هتاكليها. وبصوا ومش هتعمل اي حاجه خالص. حطينا عليها ايه، حطينا عليها البهارات بتاعتنا اللي احنا قلناها، وحطينا عليها اللي احنا ضربناه في الخلاط، الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها الصلصه اللي هي الطماطم والبصل والثوم. وبعد كده هننزل بايه بالشوربه زي ما قلنا. انا استعملت شوربه لحمه، انت لو عايزه شوربه فراخ عادي مفيش الميه، وهتبقى برضو صينيه خطيره جدا. هناخدوها بقى ايه تقليبه حلوه كده، بصوا تقليبه حلوه خالص اهي. خدت منك وقت والله ما خدت منك يمكن 5 دقايق، طالما يعني ايه حاطه طماطمك وبصلك وكل حاجه مجهزاها قدامك كده. التحضير الصينيه نفسها مش هتاخد منك اي وقت خالص، مش هتضيع منك اي حاجه. وبصوا ما تبقيش كسلانه، عايزاكي بقى واحده شاطره كده، ست بنت شاطره عروسه مقبله على الجواز، لا ما تكسليش. بصوا تفائلي وخليكي كويسه كده. هروح بقى ايه احطها على النار، على نار البوتاجاز من فوق، مش هدخلها الفرن دلوقتي، لا على نار البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده. وهسيبها لحد ايه ما تبدا تستوي معانا، ويعني ايه تبدا يعني ايه بقت تمام كده، يعني تبدا تغلي بقى وتحسي ان هي استوت معانا وبقت جامده كده زي ما انتم شايفينها اهو. وهي كده بقى ايه بدأت تستوي معانا، مش استوت، هي استوت اصلا خلاص. شوفوا انا مصوره لكم كل حته بحته، كل جزء بجزء، لحظه بلحظه، علشان تعرفوا التريكات وتعرفوا فن الطهي وتعرفوا كل حاجه بالظبط. وانا عارفه في ناس ممتازه جدا. هروح بقى ادخلها الفرن عشان تاخد احلى وش من فوق لاحلى صينيه بطاطس.
اهوت بسم الله ما شاء الله. وادي صينيه البطاطس بعد ما طلعت من الفرن بصراحه. بصوا يعني بصوا شفتوا عامله ازاي، بصراحه تحفه قوي. شكلها جميل جدا. طعمها هيعجبكم جدا جدا. بصوا والله جميله جدا. احلى صينيه بطاطس ممكن تعمليها، واحلى وجبه لو انت محتاره تعملي ايه ومش عارفه تطبخي ايه النهارده. ممكن تقضيها على فكره صينيه بطاطس، مش شرط لحمه مش شرط فراخ. ممكن صينيه بطاطس مع الرز بس، مش هتخسر ومش هتقول لا، وقضيتي يومك وزي الفل. طبعا ميزانيه مخسعه عادي خالص. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.